النهارده البصل يا حبايبي بدأ ينزل، بسم الله ما شاء الله. بدأ ينزل في الكيلو 5 جنيه بحالها، بسم الله ما شاء الله. تابعوني لاخر الفيديو هتستفيدوا وتعرفوا الاسعار. معظم التجار يا حبايبي النهارده هنا في العريش بدأت تنزل السعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي النهارده انا كنت في مشوار، فنزلت السوق قلت كده اشوف الاسعار اخبارها ايه، لان سمعت ان البصل هينزل هيوصل 4 و5 جنيه. بس سمعت يعني مش كان اكيد الموضوع. فالنهارده نزلت السوق النهارده لقيت كل الناس بتحكي عن البصل وبتقول البصل نزل البصل نزل. فروحت للتاجر، يعني اغلى واحد بيبيع عندنا هنا في المساعيد، وسالته قلت له البصل وصل عندك لكام؟ قال لي اللي هو بعرشه ب 12 ونص. قلت له ليه يا عم ده نزل؟ قال لي المتقطع نزل ل 10 جنيه. بسم الله ما شاء الله. وكل الناس بقى عماله تجيب منه، بس هو بيقول لهم اصبروا شويه، سعر البصل هينزل اكتر من كده وهيوصل 5 جنيه و4 جنيه. ومعظم الناس يا حبايب قلبي بتبيعه، بدأوا يجيبوه جملة ب4 جنيه ويبيعوه. طبعا بيبيعوه ب6 وب7. فاستنوا شوية، ما تخزنوش برضو دلوقتي، كل واحد يجيب كفايته. ما شاء الله انا لما شفت السعر اتبسطت جدا، والبصلة حلوة وجميلة المتقطعة اللي انتوا شايفينها دي. قال النهارده ب10، كانت ب15، نزلت ل10 جنيه. حبايب قلبي يعني خطوة حلوة ان البصل بدأ ينزل. وفي السوق في الجملة ما شاء الله بدأ ينزل ل4 ونص هنا في العريش. انا معرفش باقي المحافظات ايه يا حبايبي، بس في ناس حبايبي راحوا يجيبوا، فالتاجر قال لهم اصبروا شوية، كانوا عايزين شكارة، اصبروا شوية يومين 3 وهتنزل البصلة ل4 جنيه ونص. وفي ناس برضو حبايبي قالوا ان البصلة عندهم وصلت ما شاء الله 6 جنيه. وبرضو التاجر قال لهم استنوا يومين كمان هيوصل 4 جنيه. فبسم الله ما شاء الله كده البصل بدأ ينزل ويريح يا حبايب قلبي. برضو ما تخزنوش دلوقتي، اصبروا كمان اسبوع هتلاقوا كل الاسعار البصل نزلت 4 و5 جنيه، ودي اخبار اكيدة واخبار موثوق منها. فانتوا يا حبايبي جيبوا يعني جيبوا استعمالكم، بس ما شاء الله. بس انا استعجلت وخزنت في اول الموسم. خزنته يا حبايبي، خزنته ب10 جنيه في اول السنه قبل ما يغلى ويوصل 12 و15. وبعد ما نزل يا حبايبي يعني المتقطع ده كان ب12 ونص، خزنته برضه ب12 ونص. بس الحمد لله ان هو جه وبقى موجود، يعني ما نضمنش بعد كده هيبقى متوفر معايا فلوس، ادينا جبت كميتي الحمد لله. ولو ده يعني رخص اقل من كده، انا والدتي جابته ب5 جنيه من عند الفلاحين في الشرقيه. فقالت لي لو عايزه اجيب لك، قلت لها انا جبت كفايتي، ولو احتجت هخليها تزود لي كمان 20 كيلو ولا 30 كيلو. بس لما ينزل 4 و5 جنيه ويبقى اكيد يا حبايب قلبي. الحمد لله ان هو فعلا الاخبار بتاعته طلعت صح، والبصل بدأ ينزل. ومعظم التجار هنا بدأت تنزل سعر البصل من 15 ل10. الحمد لله والله اخبار حلوه. انا اول ما عرفتها قلت اصور لكم واقول لكم كده على اسعار، ويا رب كده الفيديو يعجبكم وتستفيدوا منه وتتبسطوا كده. والله المستعان، ربنا يرخص الحاجة ويرخي قوت المسلمين يا رب. وبكده خلصت معاكم حبايبي الفيديو الجميل. يلا بقى حطوا كومنت حلو كده زيكم، ولايك جميل، وادعموني وفرحوني عشان قناتي تكبر. قناتي مش هتكبر غير بيكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.